السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أخبار نهار اليوم، والبداية بالعناوين. فتح موقع التسجيلات لشراء سكنات البئال. أمطار جد غزيرة تتعدى 100 ملم في هذه الولايات. ثلوج وأمطار غزيرة وبرد شديد غدا الثلاثاء. ومركز الفلك الدولي يكشف موعد أول شهر رمضان. جويري يسجل هدفا عالميا في مرمى البياتزي. وحفيظ دراجي يكشف هوية المدرب الجديد للخضر. فتح موقع التسجيلات لشراء سكنات البئال. أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إطلاق عملية بيع كبرى لسكنات الترقوي الحر انطلاقا من يوم الاثنين على الساعة 2 زوالا. وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها أنه سيتم إطلاق عملية البيع عبر المنصة الرقمية، وذلك ابتداء من يوم على الساعة 2 زوالا في كل من الولايات التالية: أضرار وقيبتنا بجاية البليدات بالذات لمسان تيار تيزي وزو والجزائر العاصمة، بالإضافة إلى سكيكدا عنابة قسنطينة والقلا وهران برج بوريريج بومرداس والطارف وتبازا عين الدفلة تكرت، وذلك حسب المخزون المتوفر. أمطار جد غزيرة تتعدى 100 ملم في هذه الولايات. حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد. كما أشارت النشرية الخاصة ذاتها إلى أن الأمطار الغزيرة ستتعدى 100 ملم، وهذا بداية من الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة 6 من صبيحة الخميس على الأقل. وذكر الديوان أن الولايات المعنية بهذه الكميات الغزيرة هي كل من تيزي وزو بجاية جيجل سطيف ميلا قسنطينة. ثلوج وأمطار غزيرة وبرد شديد غدا الثلاثاء. كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية وثلوج على عدة مناطق من الوطن. وحسب ذات المصالح ستعرف المناطق الشمالية للوطن تساقط أمطار رعدية غزيرة وكذا ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و 1200 متر، بينما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة. مركز الفلك الدولي يكشف موعد أول شهر رمضان. بدأت معظم الدول الإسلامية ومنها الجزائر شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس. أغويري يسجل هدفا عالميا في مرمى البياتجي. سجل الدول الجزائرية من غويري هدفا عالميا في مرمى فريق المستضيف باريس سان جيرمان في القمة الجولة 23 من منافسة الليغ 1. حفيظ دراجي يكشف هوية المدرب الجديد للخضر. كشف الإعلامي الجزائري بقنوات بيان سبور القطرية حفيظ دراجي عن هوية الناخب الوطني الجديد الذي سيقود العارضة الفنية للخضر خلفا لجمال بالماضي، ليضيف في الحوار الخاص به في موقع وين وين القطري: أغلب التوقعات تتوجه نحو بيتي كوفيتشيك مدرب سويسرا لمدة 7 سنوات. الأخير، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الأخبار. تابعونا.